تحية طيبة من القلب للقلب، بنمسي بالخير على كل أصدقاء كلام في سرك، وين طبعاً ما كنتوا عم بتتابعونا. الليلة حلقتنا فيها الكثير من الحماس لتجربة ممكن تغير حياتنا للأبد. بس قبل خليني نمسي على مروان. يسعد لي مساك مروان. مساء النور يا رغدة. مستعد لمغامرة الليلة؟ أنا مستعد. النهارده ده موضوع كبير قوي. قوي قوي. خليني أقول لك، والناس مستعدة معانا والمشاهدين مستعدين معانا، وفي ناس بعت لنا مسجات حلوة قوي، يعني يمكن دي حاجة مفرحاني قبل ما نبتدي الحلقة. يعني في هنا منو كاتبة برنامج حلو قوي ومتنوع، وفي حد بلو بيرد كده أنا من أشد المعجبين بالبرنامج وقد إيه هو برنامج مفيد. وفي ما بقول لك الناس بقوا مصحابنا، يعني في واحد بعت ياخد رأينا، أحمد زغلي بيقول عايز اعرف انا ممكن اتجوز واحده ارتبطت قبل كده ولا لا. فانا حاسس ان احنا خلاص بقينا اصدقاء دلوقتي والناس بتاخد راينا. طب ايه وماله، فينا نجاوبه؟ انا شايف ان ما فيهاش حاجه يا احمد، عادي. ما جاوبته مروان؟ لا لسه ما جاوبتوش. هو اكيد لسه ممكن يتجوز، ليه لا؟ يتجوزها عادي، مفيش مشكله عادي يعني. وبعت لنا احمد قول لنا الموضوع وممكن نتكلم فيه في حلقه ثانيه. وفي اسمه ايه ده، محمد نوير كان بيعلق على الفقره اللي كنا عملناها بتاعت اشارات المرور قبل كده. فبيقول للاسف في مصر مفهوم العلامات والاشارات المروريه دي عندنا لها مفهوم تاني خالص. يعني مثلا اللون الاصفر ده مش معناه استعد للوقوف، ده معناه عدي بسرعه. ويعني وكاتب بقى سمايلي فيس وكده. وفي حنان عيسى بتقول انتم جامدين جدا وبتقدموا حاجات بتفيدني جدا. وفي جمال محمد احمد بجد بجد كل يوم في جديد في البرنامج بتاعكم جامد جدا. وخليني اقول ان انا فرحان بكل المسجات بتاعكم وتواصلوا معانا وكملوا معانا يا جماعه وقولوا لنا ارائكم، لان ده اللي بيحطنا على التراك المظبوط وبيخلينا نقدم لكم الحاجات اللي انتم حابين تشوفوها اكتر والمواضيع اللي عايزين تستفيدوا بيها اكتر. تواصلوا معانا على كل مواقع التواصل بتاعت البرنامج بتاعتنا، كلام في سرك، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام. واحب افكركم ان بعد ما الحلقه بتخلص بتنزل مباشره على الحياه تي في نتورك على اليوتيوب عشان اي حد فاتته، وتنزل الحلقات متقسمه للفقرات عشان لو في اي حد فاتته او حد عايز يوري لحد الفقره يقدر يلاقيها بسهوله. ويلا عشان النهارده عندنا مغامره شيقه جدا جدا في الحلقه. صح، وانت لا من هالكلمه يا مروان بنقول احيانا كرمال نغير حياتنا بنكون بحاجه لقرار جريء. اوقات نحن بنكون اصحاب هالقرار، واوقات نظره المجتمع لنا بتدفعنا لاتخاذه. وفاء نموذج لسيده قدرت تغير حياتها بخطوه واحده. كيف؟ خلينا نشوف. أنا وفاء متجوزة بقالي 13 سنة، عندي كريم وكنزي توينز عندهم 11 سنة. جوزي وولادي هم كل حاجة عندي في الدنيا. بعد ما ولدت حصل تغير جامد في شكل البطن بسبب ان انا كنت حامل في توينز. جربت حاجات كتير قوي عشان احل مشكلتي، بس لغاية دلوقتي انا معرفتش احلها. وفاء لسه شباب زي ما قالت، مشكلة الترهل في بطنها عاملة لها أزمة ومش عارفة تتمتع بالحياة. فعلا لازم ألجأ لحد عشان أتخلص من هذا المنظر. بعدين كنت بعمل سيرش على النت، لقيت برنامج كلام في سرك عامل اوفر لعملية شد البطن، ففكرت ان انا ممكن اخد التجربة. كلام في سرك ما بيرجعش في كلامه، والمرة دي كان من حظ وفاء انها تحقق حلمها من خلال برنامجنا. وقبل دخول العمليات في مستشفى دار الحكمة كان ضروري يكون في تشخيص دقيق للحالة، والأهم طبعا إن وفاء تكون مطمنة تماما. وهنا بيجي دور دكتور رامي العناني. أنا سعيد جدا إن أنت مقبلة وعندك طموح وأمل إن أنت تحلي حاجة كانت بالنسبة لك بتأرقك وتسبب لك مشكلة. وأنا مبسوط قوي إن أنت يعني عندك القناعة وفاهمة كويس قوي إن إحنا في جراحات التجميل دي حاجة فعلا مستحدثة على مستوى الطب، وحاجة حقيقية ممكن لو استغلت صح توصلك لنتيجة فعلا أنت كنت بتحلمي بيها إنها تبقى واقع. احكي لي بقى عشان أنا محتاجة أسمع أصلا إيه المشكلة عشان ندور على الحل بعون الله. أنا زمان كنت رفيعة، يعني ما كنتش تخينة خالص، ما كانش عندي بطن، كنت بعرف ألبس، والموضوع مش موضوع دايت ومش موضوع تخن ومش موضوع أي حاجة، هي علاقتها بالحمل والولادة. لأن فعلا الدنيا إن حصل برضو فيها ترهلات وحاجات. لازم دلوقتي أشوف المنطقة بتاعت البطن بشكل خاص ونحدد الكلام ده كله مع بعضه عشان نوصل في الاخر لنتيجه نقول ان احنا في بروسيجر معين او اجراء معين هو اللي يخلينا ممكن نوصل للنتيجه اللي احنا بنحلم بيها.
بصي يا مدام وفاء، انا عاوزك تسيبي بطنك خالص وتريحيها عشان نقدر نشوف حركه العضلات نفسها. انا مبدئيا محتاج بس هنرفع ايدينا كده شويه، عاوز اشوف منطقه الدهون. ريحي بطنك خالص. هنشفط بطننا. هنا بيظهر لنا التكتلات الدهنيه الخارجيه بشكل اوضح. اوكي، عاوز حضرتك تشفطي بطنك بعد اذنك. شكلها يعني بتبقى بالنسبه لي في الاحساس بيبقى اوضح شويه كده. استاذن حضرتك كده لو نكح. تمام. انا دلوقتي عايز اشوف واحس بايدي التكتلات الدهنيه في الوضع اللي حضرتك نايمه فيه على ظهرك، وعايز استاذن حضرتك بس انك هتقومي تهني كده بدون ما تسندي. اتفضلي. ايوه خلاص ريحي. انا هنا بس بشوف وضع العضلات، وهما فعلا عندك العضلتين بتوع البطن بعاد عن بعض. هنستأنف الكلام بقى على اللي انا شفته وايه اللي ممكن نعمله لما نرجع تاني نقعد على المكتب. اوكي يلا بينا. اتفضلي بقى يا مدام وفاء. خلينا نشوف بقى ايه نتيجه اللي احنا كنا بنعمله. موضوع الحمل اللي كان بتوأم والولاده كان سبب رئيسي جدا في وصول الموضوع للمرحله اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي، وايه المشاكل اللي عندك. الحل هيبقى عباره عن حاجه اسمها التامي تاك او شد البطن او اصلاح جدار البطن بشكل عام. دي دلوقتي بطنك اللي احنا رسمناه ورا، ده هنا الظهر وده البطن، يعني نتخيل مع بعض ان هنا منطقه السره. هنا ده الجلد الخارجي لحضرتك. بعد كده بتيجي طبقه دهنيه، بعد كده بيبقى في طبقه بتمثل طبقه العضلات نفسها. عند حضرتك اول مشكله زي ما احنا اتكلمنا في موضوع الترهل الجلد. 2 عندنا الدهون اللي بتكون موجوده تحت طبقات الجلد على طول. 3 عندنا ضعف في عضلات البطن، ونتيجه الحمل العضلتين بعدوا عن بعض اللي في منتصف البطن، فده مدي بروز اكتر في منطقه البطن. دول 3 مشاكل بيتعامل معاهم جراح التجميل، واللي احنا ان شاء الله ممكن نعمله لك الاجراء اللي هو بتاع التامي تاك، نصلح كل الكلام ده. هيتبقى بالنسبه لك بس في حاجه اسمها الدهون الداخليه اللي حوالين الاحشاء الداخليه، ودي علشان نخلي النتيجه احلى واحلى لازم نعمل ونتبع شويه انظمه غذائيه بعد الاجراء اللي احنا هنعمله لمده مثلا شهر شهرين 3، هيساعد قوي في تحسن النتيجه زياده. بالنسبه لفتره الراحه اللي بعد العمليه اللي هي الماكسيموم بتاع فتره الراحه التامه، تقريبا قد ايه؟ احنا بنتوقع ان هو في رينج 10 ايام. ده بيحتاج بس بالنسبه لي مش راحه تامه زي ما قلت لحضرتك، يبقى على مستوى في البيت وحاجات بسيطه، ما تبقاش بالنسبه لنا. والرق ده غلط في العموم، ده بيخلينا دايما الدوره الدمويه ما بتتحركش بسهوله، وبيخلينا التعافي بيجي بشكل بطيء. انت لازم تبتدي يعني تشتغلي بشكل طبيعي، بشكل برضو متحضر ومحسوب، فاهماني؟ بس فده بالنسبه لموضوع النقاهه، بعدين ما بحتاجش اكتر من كده. انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا فعلا كنت جايه متردده جدا وقلقانه جدا، وبقالي فتره يعني عايزه اعمل الموضوع دوت، بس قلقانه. بس بعد ما حضرتك عملنا الكشف وكلام حضرتك تقريبا خدت فكره اكبر عن الموضوع، فهمت اكتر، فان شاء الله خير باذن الله. ومن هلأ وعلى مدار 3 فقرات رح منشوف حكاية وفاء مع عملية شد البطن، كيف اتخذت هذا القرار، كيف كانت تجربتها من الألف للياء. وطبعا رح بيكون بضيافتنا بطل هالقصة دكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل، اللي طبعا قرر انه يقوم بهالعملية إضافة إلى التعاون مع مستشفى دار الحكمة وبرنامج كلام في سرك. مساء الخير دكتور رامي. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. اهلا بيك انت دايما. وحلقتنا مشوقة جدا لهالليلة. حاجات كتير لسه هتشوفها. صح. رح نطلب من الكل يتابعنا من البداية للنهاية لأنه تستحق المتابعة. فيلم سينمائي كمان مع تشويق وسسبنس. صح. دكتور رامي، بس نحكي عن عملية شد البطن، كيف بتم ترجمتها علميا؟ أولا شد البطن هي كلمتين بتعني بشكل ممكن بيكون أكتر بساطة. تامي تاك. تامي يعني البطن، تاك يعني دايما يقولوا ايه لو طفل ماشي وعنده هدومه طالعه لبره كده، فتيجي تقول له ايه تاكت، دخل هدومك جوه. فهو احنا عاوزين نعمل ايه؟ البطن متهدله كلها بره، احنا عاوزين ندخلها كلها جوه وتبقى متجانسه مع الجسم. فبالتالي احنا بنشتغل على طبقات مختلفه كلها عشان نصلحها ونرجع الشكل التشريحي
الطبيعي اللي المفروض يكون للمنطقه دي بنعمله في خلال العمليه بتاعه شد البطن. نعم. في له عمر يحبذ في إجراء هذه العملية؟ يعني هل يحبذ إجراءها للمرأة اللي قررت عدم الإنجاب من بعد إنجابها وقررت أنه أنا ما رح أحمل من جديد أو لن أحمل من جديد؟ صح. تعملها ولا ما إلها عليها؟ هم في 3 حاجات. في عندنا آنسة مثلا هنتخيلها عندها، دول الناس اللي ينفع لهم، آنسة عندها ترهلات كبيرة، ودي بتحصل عند ناس زي واحدة مثلا كان عندها سمنة كبيرة وخست جدا، فلما بيخسوا قوي في تشبيه طبي بيسموه الميلتينج كاندل، ان انت عندك اكن الشمعة اللي بتسيح، ده تشبيه طبي، فبالتالي عندها ترهلات كتيرة. هنا ممكن نقول لبعض الفتيات اللي لسه آنسات ممكن يعملوا عملية زي دي، ده رقم 1. رقم 2، واحدة بعد ما انتهت تماما فترة الحمل خلاص بالنسبة لها وكل الولادات اللي نفسها فيها وعاوزة ترجع تاني الشيب القديم. في بقى ديبيت زي ما بيقولوا كده، حاجة بتبقى ما بين ناس وناس اللي هي في النص. طب أنا خلفت عيل وبالنسبة لي الطفل ده ممكن أحمل تاني، بس في ناس يقولك طب أنا هل مضطرة أفضل قاعدة طول عمري لغايه ما اوصل للسن خلاص انا مش هخلف بعدين بعد مثلا 45 عشان اصلح نفسي واعيش احلى زهره حياتي في العشرينات والثلاثينات شكل بطني تعبان؟ هنا ده ديبيت زي ما قلنا، في اختلافات في كده. انت ممكن تعمل العمليه دي طبعا، بس وارد جدا بعد الحمل والولاده الثانيه ترجع تاني. هنا بس بيقول ايه، هل ممكن انا هتعب مره طب اتعب مره ثانيه؟ دي حاجه قياسيه. احنا حسب رغبه كل شخص. طبعا احنا بالنسبه لنا طبيا مفيش مانع، لكن يبقى عارف كويس جدا ان هو لما هنصلح بعد الولاده الاولانيه لو حصل حمل تاني ولاده تانيه هنرجع تاني بنفس المستوى بنفس الدمج. والله على حسب كذا حاجه. طبعا لو مثلا واحده زي المريضه اللي هنتكلم عنها دي عندها توينز فحصل لها تدمير كبير للعضلات، فلو جت مثلا حملت في طفل واحد بعد كده اكيد التدمير بيكون اقل. كل ما بيكون الاكسبانشنز او التمدد كبير قوي للمنطقه دي كل ما حجم الضرر بيبقى اكبر، كل ما السمنه بتحصل للمنطقه دي اكتر كل ما التدمير برضو بيبقى اكتر. طبعا دي حاجه قياسيه بتختلف على العوامل اللي هتمر بيها في كل مره يعني. طيب النموذج المسموح له يقوم بهالعمليه واشخاص بتقولوا ستوب نحن بهيدي الحاله ما بنقدر نقوم بهالعمليه تحديدا؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا مثلا العكس بقى اللي احنا كنا بنقوله من شويه، لو انسه جايه لي وعندها شويه دهون وترهل بسيط حرام عليا اعمل لها عمليه تامي تاك كامله واصلاح جدار البطن. هنا بقى في اجراءات تانية اكثر بساطه، ممكن عن طريق تفتيت الدهون وتحفيز الجلد بعوامل كتير قوي، في اجهزه كتير للكلام ده دلوقتي ممكن تحسنها. مثلا لو بعض الناس مثلا عندهم امراض عضويه كبيره، عندها مشاكل في الكبد جامده حاجات كتير قوي ممكن برضو يبقى نتكلم فيها بعدين، دي ممكن تخليها برضو لا احنا عاوزين حد الصحه العامه تكون متظبطه عشان نقدر نوصل بالمركب اللي احنا هننطلق بيها دي ونعمل التم ده لمركب برضو للنتيجه الامنه اللي في الاخر اللي هي بتطمح ليها. فبالتالي يبقى اول حاجه الانسه اللي عشان ما نخليش نعمل جروح كبيره ليها في حاجه زي دي، او مثلا حد عنده الصحه العامه فيها مشكله كبيره. غير كده لما بيكون بقى حد مثلا عنده سمنه مفرطه قوي ويكون عنده منطقه بس البطن، لا يبقى الاحسن انه يخس بعد كده نظبط منطقه البطن. بتشوفوا يعني ما تبقى اذا بدك بالظبط تشتغلوا عليه احسن يعني. اللهم الا بعض الناس اللي بيكون خلاص هو مش هيقدر يخس، لكن هنا بقى ساعتها ما تبقاش تامي تاك قوي، بنسميها ديبالكينج او ابرنكتومي، ان احنا بيكون في تدلي كبير في منطقه البطن من تحت عاوزين نريحهم منها، فساعتها بنخش نشتغل بس على طبقه الجلد والدهون ما بنعملش حاجه للعضلات. نعم. طيب رح ارجع معك لنقطه الانسات مثل ما ذكرت دكتور، عم بتقول في منهم بيكون عندهم شويه دهون، تنصحهم بعمليه شفط الدهون صح؟ في طرق كتير قوي. شفط الليزر. الشفط ده طبعا حلقات ممكن نتكلم فيها كتير. بس عفوا السؤال بيعطي نفس نتيجه شد البطن كشكل كشيب ولا لا؟ على حسب طبيعه الجلد بتاعها، وده طبعا بيديني تفاؤل لما بيكون انسه والجلد بتاعها كويس ومفيش ترهل كبير، اكيد بيبقى عندها نسبه كبيره جدا من الريكويل او الانكماش بيبقى كويس، وكتير جدا بيوصلوا لنتائج طبعا زي شد البطن عادي. هي الفكره في الاخر انا عاوز اوصل لنتيجه معينه، عاوز اشوف الشورتست واي. لو واحده مثلا عندها درجات كبيره قوي زي ما كنا بنتكلم وترهل وضعف في العضلات ودهون، تخش على التامي تاك على طول، ودي الحل الوحيد في العالم. عندها بس الطبقه الدهنيه، يبقى احنا بنعمل تفتيت للطبقه الدهنيه وبنعمل تحفيز للجلد وبتوصل لنتيجه كبيره جدا ومرضيه، خاصه عشان هي لسه صغيره فالجلد لسه في مرونته. الجلد ربنا خلقه لنا في حاجه مرنه عامله زي الاستك كده، فبتكون لسه زي ما هي فريش.
انت عملت حاجه وعملت تفتيت للدهون، الجلد يبتدي ينكمش. بنساعده بحاجات كتير، بالرياضه، بلبس الكرسي، ببعض الاجهزه الخارجيه اللي ممكن تبقى عوامل مساعده لحاجه زي دي. صح. طيب دكتور، الإجراءات اللي تتخذ قبل إجراء العملية عبارة عن شو؟ هلأ نحن رح ناخد فكرة موسعة من خلال حلقتنا الليلة ونتعرف على المراحل اللي مرت فيهم وفاء بطلة كمان التقرير الليلة وبطلة الحالة. شو أهم الإجراءات اللي يجب اتخاذها؟ هو بصي، أنا دايما في هاجس كده عند الناس، بيكونوا دايما متخيلين جزء كبير قوي منهم جاي عند جراح تجميل، هو رايح بيوتي سنتر، رايح تجميل، رايح حاجه مش طبيه. فاحنا اي حاجه بنحترمها بتوصلنا في الاخر لبر الامان. فهو تخصص جراحه التجميل ده تخصص طبي يا جماعه، لازم ناخده بكل المعايير الطبيه. يبقى رقم 1 دي جراحه، يبقى الف ب لازم في بعض الفحوصات اللي تتم عشان نطمن على الصحه العامه. عاوزين نعمل شويه تحاليل في الدم عشان نشوف صورة الدم، نشوف سرعة النسف والتجلط ووظائف الكبد والكلى. بعض الناس بنشوف ليهم السكر. ساعات بعد اكوردنج للعمر بنعمل ساعات أشعة على الصدر نشوف التنفس عامل ازاي. بنعمل رسم قلب عشان نطمن على كفاءة عضلة القلب. ممكن نعمل ايكو او موجات صوتية على القلب عشان كده. حاجات كتير قوي عشان نطمن على الصحة العامة، بتختلف بالنسبة لي على الهيستوري بتاع المريض وعمره. فبالتالي دول لما بنعملهم يبقى احنا كده رقم 1 اطمنا على الصحة العامة. ده جنرال. بعد كده لوكال على مستوى المنطقة موضعيا، لازم نشوف المنطقة دي زي ما احنا كنا بنتكلم في التقرير وانا بكشف على المريضة. احنا بالنسبة لنا في جلد وفي دهون وفي عضلات وفي سمنة داخلية، في دهون حوالين الأحشاء. لازم نقدر جدا حجمها عامل ازاي عشان اقدر اكسبكت الريزلت هتكون اراوند تقريبا قد ايه، النتيجة نسبيا هتكون واصلة لقد ايه، عشان انا في الاخر لازم المفهوم ده يوصل للناس. يا جماعة احنا لما بنعمل جراحة تجميلية هي جراحة خارجية، يعني احنا بالبلدي كده او بشكل مبسط احنا عاوزين نظبط الشكل الخارجي على القالب الداخلي. حلو. اي بني ادم عنده قالب داخلي، القالب ده عباره عن الاحشاء الداخليه والدهون. فبالتالي دي مش هتتلمس. عشان كده برضو نوصل للناس يا جماعه العمليه اللي احنا بنتكلم فيها دي مش فتح بطن، احنا مش بنفتح البطن فيها. نعم. دي جراحه خارجيه للجلد والدهون. دي غير العمليه القيصريه اللي اتفتحت فيها العضلات ووصلت للرحم والولاده، دي اسمها فتح بطن. عمليتنا مش فتح بطن. نعم. فحاجه خارجيه بس بنظبط الشكل الخارجي على القالب الداخلي. على كل حال اللي يمكن من خلال هالتشات والحديث السريع معك دكتور ما توضحت له صورة، رح نوعد الكل انه حلقتنا رح نشرح كل التفاصيل خطوة بخطوة. بس ببداية الحلقة بدي اتوجه لك مروان وشوف الناس لما بنسألهم هيدا السؤال شو اول ردة فعل حطينا لهم بتسمعوا؟ سؤال عشان نبتدوا نتكلم على الفقرة اللي هنتكلم عليها النهارده، اللي هو ماذا تعرف عن عملية شد البطن؟ ومين ممكن أن يقوم بعملية شد البطن؟ وخليني أقول لك يعني بقى بصفتي طبيب سابق إن الناس بقوا اكسبرتس، يعني الناس بقوا يعني عارفين معلوماتهم الطبية الحمد لله تطورت قوي. فالناس كتير عارفين كاتبين معلومات طبية في ردودهم على الموضوع فعلا. يعني في إجابات نموذجية كلهم دخلوا كلية طب يعني، وإن في عمليات يعني تجميل كتيرة عموما، وخاصة عمليات شد البطن دي من الحاجات اللي هي من أولويات اهتمام الناس، واللي يخليهم يعني بيدفعوا انهم يدوروا عنها كويس ويسألوا عنها عشان يعرفوا التفاصيل. وخليني أقول يعني إن مش هقدر الردود كلها، بس خليني أقول لكل الناس اللي جاوبتنا وكل الناس اللي مهتمة دي ركزوا معانا في كل الفقرات اللي جاية، عشان احنا النهارده هنتكلم على الموضوع بالتفصيل ونشوف حالة فعلا لسه عاملة العملية طازه يعني زي ما بنقول، لان الحلقه دي هتبقى مفيده جدا جدا لكل الناس اللي مهتميه فعلا بموضوع عمليه شد البطن. صح، معك حق مروان، ورح ننطلق بمشوارنا مباشره. دكتور رامي مستعد؟ مستعد. اذا وفاء والتفاصيل حول عمليه شد البطن لكل المهتمين بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم إذا مشاهدينا من جديد. وبالأول أو بداية خلينا نشوف كيف استعدت بطلتنا وفاء للعملية، ومن بعدها بنرجع نكمل كلامنا من بعد متابعة هذا التقرير. بعد ما اتأكدنا إن وفاء ينفع فعلا تعمل العملية، اتفقنا معاها على الميعاد، ودينا وصلنا لليوم المنتظر. وفي الميعاد المتفق عليه كانت وفاء وأقرب الناس ليها جوه مستشفى دار الحكمة، وكلها أمل إنها تخرج من المستشفى بشكل تاني خالص.
مهما كانت مطمنة وواثقة في نفسها وفي الدكتور، بيبقى الخوف والقلق سيد الموقف يوم العملية. هي تبان في معظم الأحوال إن هي قوية وصلبة، إنما بتيجي في بعض اللحظات، ساعة بقى اللحظات الأخيرة دي بتبان بقى على طبيعتها. يعني هي كل الفترة اللي فاتت كنا بنروح للدكتور ونعمل متابعة ونشوف وكلام منا. أول ما بدأنا اوريدي خلاص خدنا قرار إن إحنا نعمل عملية، الحسابات عندها اتغيرت تماما. بدأت تقلق، بدأت تعيط، بدأت تخاف، بدأت تتراجع شوية نوعا ما. يمكن أنا بقى اللي كنت بحفزها في الفترة دي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا وفاء؟ متحمسه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ تمام؟ الدنيا بره مطر وده خير، انا متفائل الحمد زياده لله. يعني. يلا ما شاء الله. جاهزه؟ عاوزك تقولي ليه؟ ليه؟ حاسه بايه طيب دلوقتي؟ بصي، القلق شيء طبيعي جدا. انت داخله اكيد غرفه عمليات، لكن مش عاوزين ندي الحاجه اكبر من حجمها، فاهماني؟ وملاش لازمه الدموع دي، نفسي تبقى دموع فرحه، ما تبقيش دموع كده ان انت خايفه. قولي. هو طبيعي. بص، هو انا اصلا دخلت عمليات مره في حياتي. تمام. فاهمني؟ فانا يعني هو انا كده. انا النهارده قلت لها اقري قران وتوكلي على الله، وما تفكريش في اي حاجه، ما تفكريش في العمليه اصلا، ما تبصيش للعمليه كانها تخدير وبنج وجراحه والم. شيلي الكلام ده كله من دماغك. بصي ان انت ان شاء الله بعد كل التعب اللي انت مش هتحسي بيه ان شاء الله اثناء العمليه، انت هتبقي متخدره. فان شاء الله بعد ما تخرجي بالسلامه من غرفه العمليات انت هترتاحي، هتحسي ان انت وصلت للنتيجه اللي انت عايزاها. طبعا وفاء قلقانة وخايفة، بس رغم الخوف الأمل في حياة جديدة وجسم جديد هو الأقوى. وعلى الأمل ده دخلت وفاء أوضة العمليات. خوف وقلق ورعب. يعني أنا كمان تعبت مع مدام وفاء مع هالمشاهد اللي شفناها بهالتقرير. مكمل معنا دكتور رامي العناني. مساء الخير. هلا عاملين مثل مسلسل نحن وفيه تشويق. بدي ارجع ارحب فيك مرة جديدة دكتور رامي. كمان بدي احكي قديش أهمية ودور الأهل لدعم المريض. بدي ارحب بزوج وفاء بطارق قناوي. مساء الخير طارق. كمان شفناك بالتقرير وكمان شعرنا معك وحسينا معك لأنه أنت كمان بدورك كنت خايف على وفاء طبعا، بس بين أيدي أمينة مع دكتور رامي. دكتور، المرحلة هيدا الخوف والقلق قبل ما نحكي بتفاصيل أخرى إلها علاقة بالعملية طبيعية يشعر فيها المريض؟ طبعا. بصي أنا هقول لك حاجة، إحنا بنسمع عن كلام كتير جدا وعمليات وتجميل لكن لما بتيجي على أرض الواقع في جزء كبير كده زي ما يكون دايما عندنا فصام. إحنا نفسنا في الحاجة قوي لكن في نفس الوقت عندنا تهويل. يعني إحنا دورنا قوي اللي عاوزين نوصله من خلال الحلقات دي، إحنا لا عاوزين نهون ولا نهول. الموضوع كله بسيط، هو تجميلي. يعني بنشتغل على الطبقات السطحيه من الجسم، مفيش حاجه خطر، لكن في نفس الوقت لازم تتبع اسلوب طبي. فبالتالي مشروع جدا لاي مريض ان هو داخل مستشفى غرفه عمليات، خاصه زي وفاء لاول مره تخش وتخوض تجربه بالمنظر ده، فطبيعي جدا نشوف التاثر. بس انا بجد عاوز اشيد بدور طارق جدا. هو كزوج داعم جدا، وده نادر يعني، مثالي جدا. وهي مرتبطه جدا بيه وهو كان يعني ملاصق بيها وكان دعم نفسي قوي جدا ليها. فانا كنت مرتاح قوي في النقطه دي عشان هو معاها يعني. طيب طارق، انت قد ايه ما كنت بهالمعنويات العاليه؟ بس بينك وبين حالك كيف كنت؟ لا، كنت تعبان ومرعوب طبعا. لان هي اصلا بطبيعتها وفاء من نوع الخواف جدا. يعني هي ممكن تبان ان هي قويه، انما ساعه الجد تلاقيها حد يخاف ويقلق، بالذات من العمليه، من العمليات والبنج. دي عندها فوبيا منها اصلا، المخدر والبنج واللي هي عندها فوبيا من موضوع من المخدر. وبرضه القلق من العمليات ديت بالذات، ان هي بتبقى متوتره شويه. يعني يمكن هي راحت كذا مره لدكاتره وتيجي في اللحظات الاخيره تقول لا، انا مش عاوزه، مش هعمل ده. بس الحمد لله بقى عنده دكتور رامي سحره الخاص. طريقته الخاصه. الدنيا اختلفت طبعا على دكتور رامي. الدنيا اختلفت تماما. والحمد لله يعني. واللي انا قلته لها في التقرير هو اللي حصل بعد كده، ان هي بعد العمليه الحمد لله هي
بسط. طارق، انت كنت خايف من النتيجه بصراحه، يعني قلت انت ما رح تكون مثل النتيجه اللي نحن بدنا اياها، ما يمكن ما تزبط منيح العمليه. عفوا دكتور، لا بس هيدي من الاسئله اللي بيطرحها عاده المريض للذهن. واقاربه، يعني صحيح بتبادر على ذهنه. صحيح. هقول لحضرتك بصراحه، يعني هي طبعا التوقعات قبل العمليه ما بتقدريش تحكميها قوي، ما بتقدريش تتصوري النتيجه او الشيب في الاخر هي بعمل ازاي بالظبط. بس يعني انا قلت خلاص ان شاء الله تعمل العمليه، بس النتيجه بعد العمليه بقى انا نفسي انبهرت، يعني ممكن انا هقلدها بقى. بدك تخلي لنا السسبنس، ما تحرق لنا الفيلم. انا الموضوع عجبني، مسلسل اليوم وفيلم. انا الموضوع عجبني، انا هروح للدكتور. بدك تاخذ موعد من عنا مع الدكتور معي انا تحديدا. دكتور، فكره النتيجه هي بتكون ضمن الاولويات بفكر المريض، ولا فكره العمليه بحد ذاتها؟ يعني شو اللي بيكون طاغي اكثر؟ بصي، هو طبعا انا دايما بعتبر ان اهم حاجه في العمليه حاجه دايما بنسميها البري اوبراتيف كونسلتيشن. ازاي انت بتدير حوار بينك وبين المريض. طبعا هي بتطمح لاشكال معينه، انا قدامي معطيات، انا شايف شكل معين للجلد، للدهون، للعضلات، الكلام ده كله انا عندي توقع هيبقى عامل ازاي، نسبه نجاحها. طبعا بحاول دايما واحنا بنتكلم في حاجه زي دي ان احنا نقول ذا ليست، اقل درجه لا يمكن يبقى اقل منها. ممكن ربنا يوفقنا جدا جوه ونزود النتيجه، وده حصل فعلا مع وفاء. يعني احنا كنا بنتكلم في نسب معينه معاها، بس يعني ربنا كرمنا، هنتكلم بعد كده ايه اللي تم معاها. لكن في النهايه طبعا المريض بيكون ليه توقعات، لازم برضو احنا نحللها صح ونحطها في القالب ده عشان نوصل للنتيجه الحقيقيه اللي هيوصل لها. طيب تقنيا اذا بدك وعمليا على الارض وبغرفه العمليات، كيف بيبتدي التحضير للعمليه دكتور؟ يعني احنا طبعا لو بنتكلم من قبل العمليه، احنا طبعا زيها زي اي عمليه في الدنيا، احنا هنخضع لبنج، سواء هو بنج مخدر كلي او ساعات نصفي. بالنسبه للعمليات ليه على اي اساس بتختار الكلي او النصفي؟ صحيح. بصي، هو احنا الفكره احنا بنعمل عمليه في جدار البطن، يعني ده بديهي جدا، ده النصف الاسفل من الجسم، فممكن يتعمل بنج نصفي يخدر المنطقه دي. طبعا احنا في كرايتيريا للمرضى، يعني ايه؟ في مريض احنا طبعا بديهي لما هنقول بنج نصفي يعني هو فايق، يعني واعي، يعني شايف كل اللي حواليه. في ناس بيجي لهم بانيك، بيبقى عندهم خضه ان هو جوه اوضه عمليات، ده ما ينفعش مع بنج نصفي. ده لازم ينام يحلم وبعد كده يصحى يلاقي الشكل الجديد. النصفي ده لازم يبقى واحد عنده شويه جرأه ان هو يتواجد في ظروف معينه جديده عليه وهي غرفه العمليات، يشوف قدامه حاجات بتتحرك، حاجات بتروح وبتيجي، ويبقى متخيل ان الكلام ده بيحصل فيه هو. طبعا الفكره دي حاجز على ناس كتير، ممكن تلاقيهم يحصل لهم مشكله مثلا يهابوا منها. فمن هنا ده اول سبب بنقدر نحدد فيه ما بين الكلي او النصفي. الخطوره اذا بدك بتكون اقل بالنصفي ولا لا؟ هي نفس الوضع؟ سؤال جميل جدا. هو احنا البنج طالما احنا بنتحرى الدقه في اختيار المستشفى المجهزه، ودكتور البنج الاستشاري اللي بيكون معتمد ومرخص لحاجه زي دي، خلاص هي كلها انواع للبنج بتختلف بالنسبه لنا، اللي يريحنا احنا في الشغل واللي نشوفه مع المريض هيبقى متناسب معاه. لكن في النهايه كل حاجه باصول، ما فيهاش خطوره بس باصول، فاهميني؟ فاختيارها في الاخر دي خاضعه لاختيارنا احنا مع المريض يعني وراحته النفسيه يعني. اوكي، من هذه المرحله ننتقل الى العمليه اذا بدك اكثر، التحضير داخل الغرفه من البنج. بصير في كمان معنويات من الطبيب دكتور رامي، بضل تحكي المريضه، بتضلك قبل ما تبنج. صح. هو طبعا زي ما بتقولي احنا دايما بيكون في هارموني، في سيمفونيه ما بين الجراح وما بين دكتور البنج والمريض في البدايه، تمام؟ دكتور البنج ده كمان احنا بنسميه عامل زي الطيار. ليه؟ شطارته قوي بتبان في التيك اوف واللاندنج، وازاي هينيم وازاي هيحصل افاقه. فطبيعي لازم قبل كل الكلام ده في دكتور البنج بيقعد يتكلم الاول مع المريضه، ياخد منها الهيستوري هي عامله ازاي، يأهلها نفسيا ان احنا هناخد مجرد دواء، بعد كده فجاه هي ما بتبقاش موجوده، خلاص بتبقى هي دلوقتي في الحلم. بس اهم شيء ده اللي عم يحكي معها، يضل محسسه انه حاسس فيها ويهدي لها الوضع. طبعا الموضوع سترينج غريب، لو اتاخد بشكل بس مجرد تقني 1 2 3 ما ينفعش. لازم في سنس اوف هيومرز بيسموه، ازاي ان سنس ده عامل بشري. انت هتاخد مريض هتسلبه ارادته تماما، هو يعني ازاي المريض هيثق في الجراح وفي دكتور البنج وهو هيسلمه تماما ارادته؟ فلازم انت يعني يحبك جدا ويثق فيك جدا قبل كمان ان هو هيخضع للعمليه. دي نقطه تانية جدا، فاهماني؟ فدي لازم حته السنس دي لازم تبقى موجوده، عشان طبعا بتبقى صعبه والمريض مش سهل ان يوصل للمرحله دي، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نأهله نفسيا.
وقبليها طبعا لازم على المستوى الصحي، لو مش عارف ده في صدد كلامنا، ان احنا لازم في تحاليل بتتعمل وحاجات كتير جدا عشان نقدر احنا نشوف الظروف العامه لحالته الصحيه. غير التحاليل بتكون معموله سابقا دكتور، وفي تحاليل جديده حتى بترافق يوم العمليه؟ احنا بنكون عاملين تحاليل من قبليها علشان نكون شايفين وضع الدم عامل ازاي، هل هو في فقر دم زي انيميا، هل هو في سرعه نزف، هل في مشاكل عشان البنج هياخد ادويه معينه، هل في حاجه في وظائف الكبد، وظائف الكلى، كل الكلام ده طبعا لازم نكون مطمئنين على الصحه العامه للمريض. نعم، نحن كمان رح نطرح سؤال من نوع اخر، هل وفاء رح بتقوي قلبها وهل رح بتكمل المشوار؟ خلينا نشوف بعد التقرير. برنامج كلام في سرك كان حط على الفيسبوك ان اللي عاوزه تتعالج وتعمل عمليه شد بطن تتواصل معانا. وفاء كانت من اللي لبوا النداء وقدموا للبرنامج، وبما ان مواصفاتها تسمح بالعمليه قابلت دكتور رامي العناني دكتور التجميل في البرنامج عشان الفحص، واتفقوا على ميعاد العمليه. وفاء قلقانه، وده طبيعي جدا، اي حد في مكانها هيبقى قلقان. الموضوع برضو مش سهل، بنج وجراحه شكلها كبير، ده غير طبعا قلقها على شكلها بعد العمليه. وديها يوم العملية بتدخل غرفة العمليات. أوضة عمليات مستشفى دار الحكمة مجهزة بشكل ممتاز، لكن ده منجحش في إنه يطمن وفاء، عشان كده دكتور رامي كان لازم يتدخل ويخفف عنها. يا وفاء فايقة؟ تمام؟ يلا توكلنا على الله. يلا حلو، ان شاء الله دلوقتي هنبتدي ناخد البنج عشان ننام، ونبتدي بقى ان شاء الله كده احلى مشوار في حياتنا الفتره الجايه دي. الحته دي كده هتبقى مقصوصه، مش هتفتكريها خالص فجاه. الحته دي من الشريط كده اللي ماشي. الحمد لله على السلامه مقدما يعني. ماشي، يلا توكل على الله. يلا. كعادة أي عملية لازم تبدأ مع طبيب التخدير. وفي الوقت اللي دكتور التخدير بيهتم بوفاء القلقانة، دكتور رامي العناني كان طبعا بيحضر نفسه عشان العملية اللي هتتغير بعدها حياة وفاء وثقتها بنفسها. عملية شد البطن عملية دقيقة ومش سهلة أبدا، وبتتضمن عدة مراحل. احنا دلوقتي قاعدين بنعمل شفط دهون. المرحلة الأولى هي زي ما دكتور رامي قال عملية شفط الدهون اللي بتتم عبر إدخال مجس خاص في المنطقة المطلوبة عشان تذويب الشحم والدهون الزايدة اللي بتنزل بشكل سائل زي كده. اطمن عليها ان شاء الله، ربنا يطمني عليها. المرحلة الثانية هي إزالة الجلد المترهل، وهنا الصورة بتتكلم عن نفسها. احنا دلوقتي تم بالنسبة لنا المرحلة اللي هي بتاعت شد الجلد المترهل. الجزئين اللي قدامنا دلوقتي دول عبارة عن جلد كان مترهل أسفل البطن على الناحيتين اليمين والشمال، وزي ما احنا شايفين دلوقتي قد ايه الناحيتين متشالين بالتساوي. وهنا بنقدر ان احنا من خلال ان احنا بنشيل الجلد المترهل والدهون المتكتلة تحتيه، هنا بنقدر نحس ان البطن في العموم هتبقى مشدودة من المنطقة اللي تحت، ونحافظ كمان ان احنا شلنا المنطقة بتاعت الجلد المترهل في الأجناب عشان نقدر كمان نشد الجلد اللي موجود في الأجناب ونقدر نكريت أو نخلق وسط جديد. بعد إزالة الكمية الهائلة من الجلد المترهل تبدأ المرحلة الثالثة والمهمة جدا، واللي هي مرحلة تجميل الجرح وجمع منطقة البطن من جديد.
والمرحلة دي مهمة مش بس عشان شكل الجرح، ولكن كمان عشان الحفاظ على وظائف العضلات في منطقة البطن. الحمد لله احنا خلصنا العملية، خدت لها حوالي 2.5 ساعات، وده توقيت يعتبر كويس جدا بالنسبة لحالتها. الحمد لله ربنا كرمنا قوي وقدرنا ان احنا نشيل الترهل اللي موجود، عملنا تفتيت لطبقات الدهون اللي موجودة تحت الجلد، وعملنا تقوية لعضلات البطن. احنا دلوقتي هي المفروض فترة الإفاقة بتاعتها. يعني الحمد لله دلوقتي وفاء خلصت العملية، والدكتور طمني بالتليفون قال لي العملية تمام، والحمد لله هي في فترة الإفاقة دلوقتي، ويدوبك لسه مطلعينها الغرفة. يعني أنا منتظر بس إن هي تفوق ونطمن عليها. يعني أنا ما كنتش معرض بموضوع العملية ولا مشجعة، بس أنا شجعتها في الفترة الأخرانية لما لقيت إن هي يعني خلاص هي نفسها تعمل عملية علشان تبقى مرتاحة نفسيا، فشجعتها. فالحمد لله بس نطمن عليها، ويا رب تكون مبسوطة إن شاء الله بالخطوة اللي هي عملتها ديت وتفرح بقى. الفترة اللي جاية بالنسبة لي هتبقى أصعب شوية، إن بعد ما تفوق هتبقى عايزة مني بقى متابعة وإن إحنا نشجعها، لأن طبعا أنا أكيد حاسس إن هيبقى في ألم رهيب بالنسبة لها، ربنا يعينها بقى على الفترة دي. أعتقد يعني الدكتور كان قال لنا 2 أسبوع، فإن شاء الله بس هي تريح شوية والجرح يلم بسرعة يعني وأنا هحاول إن أنا أرفع من معنوياتها شوية الفترة اللي جاية دي، ربنا يعيننا أنا. مظبوط، اللي بيشوف العملية رجعتها لازم يقول الله يعينكم. كانت صعبة المرحلة؟ شوية طبعا. كان فيها ألم ووجع بالنسبة لها طبعا كان الموضوع فيه شوية ألم، فكان عايزة عناية بشكل خاص شوية. وهي ومسكنات إلك مع شوية دلع برضه دكتور رامي، يعني تقريبا وصل للدلع أكتر شوية. دكتور ذكريات ولا دكتور نحن شفناك بالعملية وشفنا يعني كنا عم نحكي تحت الهواء عم نقول قديش عن جد شغلتكم بدها قلب قوي يعني وبدها تحمل كتير كبير للمسؤولية. صح. عرضتكم أو واجهتكم أي نوع من المفاجآت أثناء إجراء العملية؟ بس أنت عارفة يا رغدة، أنت قلتي حاجة بس قبل ما أرد عليها دي، عشان دي كتير قوي بتتقال لي، يقول لك هو الجراحين عاملين زي الجزارين. يا جماعه الكلام مش حقيقي. انا ما قلتش جزار. لا مش عليك انت. انا بتكلم في العموم. احنا قلبك جامد، بس دايما احنا واحنا بنقول قلبنا جامد احنا بنتحلى بايه؟ انت بتبص ان انت بتفيد المريض. يعني الجزار ده مثلا اوكي، مش معنى كده ان دي حاجه غلط، بس هو مثلا بيعمل ذبح الحاجه، لكن انت بتحاول انك تصلح، عندك امل في حاجه احلى. صح. فانت بتحاول تتغاضى عن الجانب الانساني قوي المتعب علشان تقدر تعدي بالمريض لحاجه، انك لو عامل زيه عمرك ما تعرف توصله لكده، لازم تختلف عنه عشان تقدر توصل بحاجه زي دي. لو انا هقعد جنبيها واقعد اعيط معاها بعدين الجزار نتيجته محسومه. هلا بالنسبه لكم انتم العمليه كمان ممكن تخلي لها كثير مفاجآت. بالظبط. صحيح. شو اللي ما كنت متوقعه بعمليه وفاء وصار؟ هقول لك حاجه، هو طبعا احنا معظم الحاجات كنا متوقعينها عادي، وهي اولا احنا شايفين قدامنا ان في ترهل في الجلد كبير، في تكتلات دهنيه كتيره موجوده في البطن من قدام وفي الجناب، في ضعف في العضلات. الجزء بس اللي انا عايز اقوله كان زياده شويه واحنا جوه، وهو الضعف الكبير للعضلات. هي طبعا كانت نتيجه ان هي كان في حمل وولاده لتوأم، فالعضلات كانت بعيده جدا عن بعض، مرتخيه. بالظبط. يعني احنا عندنا دايما ربنا خلق لنا كده عضلتين كده في النص عاملين زي الخرسانه او العمود المسلح، هي دي اللي ساندة البطن كلها بكل الاحشاء الداخليه، مساعداها انها ترجع لورا. لكن هي عندها ايه نتيجه التوينز دي بقى؟ العضلتين دول اتقوسوا وبعدوا قوي عن بعض، فبالتالي الاحشاء الداخليه كلها زقه البطن ونزل قدام. يعني نقدر نقول ان بطنها غير الجلد المترهل وغير الدهون الكتيره هي عباره عن فتق كبير. الفتق ده عباره عن ان انت ضعف في جدار البطن، فالاحشاء الداخليه بتزق وتطلع لقدام. فبالتالي كان تشالنج بالنسبه لنا جوه العمليات ازاي انك ترجع كل العضلات دي. يعني في ناس ممكن عمليات زي كده يركبوا حاجه زي شبكه، والشبكه دي انا ما بحبذهاش ابدا في عملياتنا الا للضروره القصوى قوي. فدي كانت بالنسبه لنا ضعف العضلات قوي، بعدها قوي عن بعض، كان بالنسبه لنا هي دي المهمه ان احنا نرجعها
للاناتوميكال او الشكل التشريحي الصحيح بدون ما نحتاج يعني 3 بواحد فينا نقول هيدي العمليه، يعني مزبوط، يعني شلتوا الدهون او شديتوا العضلات واضافه الى شد البطن، شد الجلد بالظبط. صح. طيب دكتور، عاده هي العمليه بيكون في معها جرح كثير كبير، صحيح، مش الكل بيتقبلوا، وخاصه المتزوجين، يعني بيكون شوي المنظر مش كثير حلو، مزعج. هقول لك، هو طبعا مبدئيا هو للمتزوجين هيتقبلوه اكتر اكيد من الانسات. ده رقم واحد. ليه؟ ان هي انسه طبعا غالبا لما بتكون متزوجه وفي ولاده، غالبا لما بنقول عضلات البطن ضعيفه كان في ولاده كمان قيصريه، يعني في عمليه تمت في المنطقه دي وفي جرح اوريدي موجود. بس بيفرق الجرح، صح؟ صحيح. اذا اخذ لما مساحه اكبر. بالظبط. هو الفكره في ايه؟ اولا مكان الجرح موجود، يعني مفيش حاجه جديده هتطرأ غير طول الجرح. طول الجرح دلوقتي بنقدر نوصله ان يبقى حاجه اسمها في البيكيني لاين، يعني على الخط اولا اللي هو بيكون متداري جدا مع اللبس، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو معمول في حته مع الوقت. الجرح ده لما تبص له بعد 6 اشهر او سنه مع حاجات كتير قوي ممكن تستخدمها، كريمات، سيليكون شيتس، اب تو ليزر، الجرح بيهيل كويس قوي ويبقى شكله مع الوقت في ناس كتير جدا بيوصل ان يبقى عامل زي الشعره، متداري جدا. ودي نقطه في طبيعه العمليه نفسها وطريقه الخياطه والبوست اوبراتيف كير زي ما بيقولوا، ازاي المتابعه هتتم بعد كده عشان نوصل للجرح. ما نبصش للجرح في الاول، اول شهر، شهرين، 6 اشهر، ساعات بعض الناس لغايه سنه بيكون لسه الجرح محمر، ساعات بعض الاوقات بيبقى مرتفع عن الجلد. حاجات بقى لو اتبعنا النظام العلاجي الصح الحاجه زي دي بيبقى في الاخر ولا حاجه. وفي كمان نقطه كتير مهمه مش لازم ننسيها، وهي اهميه المشط، صح؟ صحيح. هيدا اللي لازم تلبسه السيده اللي بتكون خضعت للعمليه. وقد ايه بدها تلبسه دكتور؟ وهذا يعني اللي رح نشوفه. حلو. هيدا المشد بيجي من فوق لغايه بصي، هو يعني في كذا ديزاين ليه. ده بيكون مغطي كمان الجزء الاعلى من الارداف علشان يبقى محكم بس رسمه البطن شويه، لكن في طبعا اشكال تانية بيكون عامل زي المايو شويه. ده مهم جدا، بنقعد لابسينه بشكل منتظم اول اسبوعين 3، بعد كده بنقدر نقول على مدار ال3 اشهر بتسميه اون اند اوف، بتلبسه وتقلعه شويه. مهمته مهمه كبيره جدا، وهي رقم 1 بعد اي عمليه في الدنيا لازم يكون في تورم. وده اللي هنشوفه لسه وفاء، ان هي لسه فيها تورم نتيجه انها فات عليها شهر او شهر وشويه، فبالتالي احنا التورم بيفضل معانا لمده 3 اشهر وبيقل تدريجي الكيرف بتاعه. فبيساعد ان التورم يحد منه، وبيساعد ان التورم يروح بشكل اسرع. ده غير حاجه تانية كمان. احنا دلوقتي قلنا احنا بنعمل العمليه على مستوى 3 طبقات، جلد، دهون، عضلات. لما بنلبس الكرسي احنا بنساعد ان يحصل التئام كوان يونت، يعني ربنا خلق لنا في جسمنا حاجه عامله زي ناتشورال جلو، صمغ طبيعي. احنا دلوقتي لو اي حد تعور بيلتئم ازاي؟ بيلتئم عن طريق حاجه اسمها فايبرس تيشو، نسيج بيطلع يلحم المنطقه دي وهو الفايبرس تيشو او اللي هو الصمغ الطبيعي. ده بيتكون في منطقه العمليه كلها. يا سلام لو انا بلبس كرسي واساعد ان المنطقه دي كلها تلتئم مع بعض، جلد، دهون، بعضلات. نعم. فده بالنسبه لنا بيبقى حاجه كويسه جدا علشان نلبسه، يحد من التورم ويساعد الالتئام يبقى بشكل متجانس على المنطقه كلها. طب والجروح اللي بتضلها تنز دكتور بهالحاله، يعني بتضلها تكب ماي ودم لفترات طويله؟ حلو. اللي انت بتقولي عليه ده شفط الدهون بس، عشان ما بيكونش فيه الدرين اللي احنا عاوزين يبقى نتكلم عليها بعد كده. في عمليات التامي تاك او الشد بتاع جدار البطن احنا بيكون في السوائل بتطلع عن طريق انبوبه بتكون موجوده في باج معينه، هتبقى في صوره بعد كده معانا ممكن يبقى نتكلم عليها. دي السوائل بتطلع عن طريقها، فبالتالي خلاص المريضه ما بيكونش عندها المشكله اللي بتحصل بس مع الشفط. الشفط احنا مش مركبين الانبوبه، فبالتالي بيبقى فيه شويه سوائل بتنزل عن طريق الفتحات اللي تم فيها الشفط. لكن مع العمليه دي لا، بيكون طالعه في الانبوبه، فبيبقى بالنسبه لنا الموضوع ابسط بكتير في الحته دي. نعم. طارق، اليوم بس هيك ترجع تعمل جردة حساب لهالفتره اللي مريتوا فيها، الاصعب كان عندكم قبل العمليه ولا بعد العمليه؟ لا يعني كمرحله الشفاء ولبس المشد والوجع. لا اعتقد ان هو كان قبل العمليه. قبل العمليه ان هي تاخد القرار وان هي تاخد الخطوه بالظبط. هي نفسيا كان صعب عليها. يمكن هي جت قبل العمليه بفتره، يعني بساعات بدات تحس برهبه ان هي داخل غرفه العمليات. يمكن كانت عايزه تقول لا انا مش هعمل عمليه انا. فده كان الاصعب. بس انت شجعت كتير طارق. افندم؟ انت شجعت كتير لحتى لان هي كان نفسها كده من زمان، يعني من بعد الولاده ونتيجه ان هي كانت حامل في توينز. وانت كان نفسك برضه؟
يعني انا أكيد كنت ما في انا كنت رجل ما حابب بيحب بس يشوف انا كنت زوجته حابب كمان طبعا انا بشكل مش حلو. هضحك عليكي، انا كنت حابب ان هي تعمل العمليه، بس قلقان يعني ليه هي تخش في ريسك، انا خلاص. انما الموضوع اختلف يعني بعد ما دخل في الموضوع دكتور رامي، خلاص الموضوع بالنسبه لي خلاص. اختلف يعني لا صراحة. أو بس فيمكن بعد بقى العمليه هي حست بقى بالكلام بالنتيجه، فبدا القلق والخوف اللي كان قبل العمليه بدات ان هي تقول يعني ذكريات. بدات ذكريات بالنسبه لها فعلا. وهي الحمد لله يعني هي يعني مع الوقت الجرح بيتحسن وهي صحتها وصحيا ونفسيا. طيب ليه نحن بدنا نحكي عن لسان وفاء إذا فينا نستقبل سلام. بطلة هذا التقرير ونشوف شكلها الجديد مباشرة بعد الفاصل. بعرف انه كتار منكم محمسين لحتى يشوفوا وفاء والنتيجة النهائية، بس رح نزيد شوي من جرعة الحماس ونشدد شوي كمان مع ضيوفنا دكتور رامي. بيسوى هيك يشوق الناس أكتر نتيجة لأنه تستحق. شو طارق؟ طبعا تستحق. انت راضي 100%؟ دكتور، عملية إذا بدك الريكفري وتصير بأحسن حالتها بتكون بعد كم أسبوع من إجراء العملية؟ تمام. هو طبعا في مراحل. اول حاجه عندنا اهم حاجه الجلد عشان يحصل له التئام منطقه الجرح، وده بياخد له من اسبوعين ل 10 ايام، تختلف جسم واحد من التاني وقدرته على الالتئام. بعد حاجه زي كده بيتبقى بالنسبه لنا العضلات والتئامها، وخاصه لما يبقى عندنا جزء كبير من العمليه وشغل كتير تم زي عند وفاء ان كان عندها ضعف كبير في العضلات، فالتئام العضلات بياخد وقت طويل، بياخد له اب تو 3 اشهر. تمام. في النص برضو بيتخلل الكلام ده كله ان المنطقه كلها بتبقى فيها تورم. طبعا بديهي لما نقول ان لو واحد بياخد بس حقنه صغيره المنطقه نفسها بتورم، ما بالك باجراء عمليه في منطقه، فبديهي انها تبقى ورمه. عشان التورم يروح خالص بياخد له اب تو 3 اشهر. وده اللي انا عاوز اشيره برضو بالنسبه لوفاء، حتى كمان ما شاء الله بالنسبه لنتيجتها الحلوه دلوقتي، الا ان هي كده ده جزء من نتيجتها، وهي ان هي فات بس بالنسبه لها شهر وشويه. التورم لسه ما زاله موجود وبيقل تدريجي الكيرف بتاعه، بس في تحسن كبير وملحوظ، ولسه ان شاء الله كمان هيبقى في تحسن اكتر يعني. المهم انه دكتور رامي عم بيتابعكم خطوه بخطوه، صح؟ ودائما انتم مكملين معهم، ودورك دكتور يعني من البدايه لغايه هلا ولبعد فتره طويله، ورح نشوف كمان كيف طليت على وفاء باليوم الثاني من اجراء العمليه. خلينا نتابع. وجي وقت المتابعة، وكان لازم دكتور رامي يرجع على مستشفى دار الحكمة عشان يشرح لوفاء ايه اللي المفروض تعمله وايه المفروض تتجنبه، ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل الفترة الجاية. السلام عليكم. اهلا اهلا. ازيك يا وفاء، عاملة ايه؟ انت عاملة فيها عينة صح؟ لا انا عايز اسمع صوتك وانت بتغني. عملت ايه؟ فكرك ايه؟ جوزك كان موجود؟ احكي لك كل حاجه. كل اللي قلته لك قبل العمليه هو اللي ربنا كرمنا بيه جدا جوه، ويمكن زياده شويه كمان. تمام. عملنا تفتيت للدهون في منطقه الاجناب، وعملنا شد لترهلات الجلد والدهون اللي موجوده اسفل البطن، وعملنا تقويه. طبعا مش عايز اقول لك عضلات بطنك ما فيش عضلات تقريبا، ورقه حاجه كده احنا بنسميها ورقه، ما فيش عضله. عملنا لها تقويه، الدنيا بقت احسن كتير، ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا هبتدي بقى اقول لك بقى احنا بالنسبه لنا في حاجه مهمه قوي دلوقتي لازم تعرفيها، اللي هي موضوع الدرنقه. بشكل مبسط قوي، احنا زي ما قلنا هي انبوبه عباره عن الطريق اللي بيصرف بيه السوائل الزياده كلها تطلع عن طريقها، وهي معموله على قوه شفط كده عشان السوائل تطلع عن طريقها تحت القوه ما تتحوش جوه، وعشان لو اتحوشت جوه ده غلط ان الجرح يبتدي يتبل، السوائل هتطلع عن طريقه، فبالتالي احنا الجرح مش هيلتئم في وقت مناسب. فعشان كده احنا عاوزين نحافظ عليه طول الفترة دي ناشف عشان يلتئم بسهولة في الميعاد ان شاء الله اللي يكون بدري. خلاص؟ طيب. حتة مهمة قوي بقى بالنسبة لك، الدرنقة دي عنايتنا بيها هتبقى عاملة ازاي؟ موضوع بسيط جدا نقولك في شوية خطوات كده انا والمس. بصي بقى، اول حاجة هتحفظي الموضوع عن طريق ايه؟ احنا هنا عندنا في ده لوك، او هنقول ده المحبس اللي لما بنيجي نضغطه كده خلاص الانبوبة اتقفلت، فبقى ده منطقة خارجية معزولة عن المنطقة الداخلية. حلو؟ فانت لازم دايما تفتكري وانت بتتعاملي معاها ان ده
اول خطوه واخر خطوه هتنتهي بيها العمليه نفسها، الموضوع اللي انتوا هتعملوه. 2 بنقوم هنا الغطا الاخضر ده بنشيله كده. بص اول ما شلناها انتفخت، ده ليه؟ عشان احنا كنا ضاغطينها وعاملينها على شفط. اوكي، اللي هيحصل ايه؟ هتاخديها كده وانت ماسكاها بالمنظر ده او حضرتك، ونقوم قلبينها جوه التويلت مثلا، نقلبها نفضي اللي فيها، هيبقى فيها شويه سوائل زي ما انتم شايفينها علقه كده. اوعى تفكروا ان انتوا تغسلوها، هي تفضل زي ما هي كده، مش عايزين ندخل ميه خارجيه فيها، ان الميه برده ما تبقاش تماما استرلايز او معقمه. بعدين لما نيجي عاوزين نركبها لازم نضغطها كده الاول. فاحسن طريقه كده، عشان لو الواحد لوحده بيتعامل مش يمسك الاثنين ويضغطهم بايده كده الاثنين، هيلاقي نفسه مش عارف يحط دي، لا يحطها على السرير مثلا ويضغط كده جامد، ويقوم بالايد الثانيه مدخلها كده فيها. بس كده كده احنا نسينا ايه؟ نفتحها. ودي اخر خطوه. موضوع التغذيه موضوع مهم قوي 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 بالنسبه لي. ليه؟ انا يهمني جدا ان احنا نتغذى كويس، بس قصاد كده ما نتخنش. ممكن نتكلم في تفاصيل الكلام ده اكتر في العياده، بس هقول لك بشكل مؤقت. اولا احنا عاوزين نشرب سوائل بكميات كبيره، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، ده رقم 1. 2 الاكل دايما نقول بعد اي عمليه في الدنيا لازم يبقى عالي البروتين. يهمني جدا الحديد، عنصر الحديد ده مهم جدا علشان بيبقى فيه شويه فقد دم. ففقد الدم ده شويه احنا بنعوضه عن طريق ناكل حاجات فيها حديد كتير، غير ان احنا ممكن نساعد بشويه ادويه برضو ايه داخليه برضو، ده علشان انت تاخدي يعني تبقي هيلثي اسرع. انت فاهماني الموضوع يعني؟ تمام. برضو يهمني جدا حاجه تبقي فاهماها، موضوع الجرح اللي تحت هو دلوقتي ليه وقت معين عشان يلتئم. يعني انا ما احبش قوي نفسك تبقي مفروده قوي زياده عن اللزوم كده، يعني لازم تبقي انت فاهمه المفهوم اللي حاصل عشان تعرفي ان انت تراعيه. يعني انت دلوقتي في شد، يبقى احسن ابقى مريحه كده، ما بقاش مفروده قوي كده. لو نايمه مش مفروده قوي يبقى احسن ان انا انام على مخدتين 3 في الاول بالذات، لغايه ما الجلد يبتدي يلتئم شويه. ما بقاش دايما كل موضوعي شد على الايه، بحاول اشد على الجلد. تمام. يلا الحمد لله على السلامه. لا 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 ما تقوليش كده، انت نورتيني دايما يعني. ماشي، ما تمروش بحاجه. يلا الحمد لله على السلامه. يلا السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. طبعا مبسوطه جدا لان الخطوه دي كان نفسي فيها من زمان، وكان الموضوع ده مقرقني جدا، بس كنت خايفه اعمله. فالحمد لله لما جت الفرصه دي الحمد لله ربنا وفقني فيها، وان شاء الله خير واكمل واقوم بالسلامه ان شاء الله. يعني ان شاء الله بقى باذن الله اول ما نروح البيت يعني احاول اوفر لها بس المناخ اللي هو يساعدها ان هي تقوم بقى بالسلامه، و يعني تتحرك بقدر الامكان. بس هي بقى ممكن تطلع عينها شويه في موضوع الاكل والكلام ده كله، بس مش مشكله. فرحانه جدا طبعا قوي قوي، لان هي ومبسوطه ان ربنا قومها بالسلامه وربنا يتم شفاها على خير، ودي كانت حاجه بتتمناها وربنا يوفقها ان شاء الله ويتم شفاها على خير ان شاء الله. وكلها ايام هتفوت بسرعه وترجع وفاء تقابل الدنيا بشكل تاني. هيدي وفاء بتاني يوم العمليه. وفاء اليوم وبعد شهر كيف صارت؟ تفضلي وفاء. بطلة التقرير وبطلة الحالة وفاء بضيافتنا بشكل الجديد. أهلا وسهلا بوفاء. مبروك وفاء والحمد لله على سلامتك. شكل جديد عم نشوف الصورة قبل وبعد بيفور وافتر عملية شد البطن. عم نشوفها وقفة جنابي يا وفاء كمان مثل ما كنا اخدينك. مساء الخير. اهلا وسهلا فيكي والف مبروك والحمد لله على سلامتك. ميرسي ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ مبروك مبروك شكر كبير لدكتور رامي. خي شو هالشكل الحلو والشيب الحلو. طبعا قد ايه مبسوطه؟ فرحانه قد ايه؟ طبعا مبسوطه جدا لان دي حاجه من الحاجات اللي كانت عامله لي قلق جامد جدا. لاني فجاه بعد الولاده قعدت اتغير فدي كانت فعلا حاجه نفسي فيها من زمان. بس كنت خايفه اعملها. وحاولت اعملها كذا مره ودخلت في اجراءاتها على فكره، بس بتراجع في اخر لحظه. كنت تخافي كل مره جدا. وبعد كده لما جه الموضوع
انه تابع حاجه موثوق فيها قناه الحياه، دي حقيقه على فكره، هو ده السبب على فكرة. وطبعا لقيت دكتور رامي لازم اثق فيه جدا. وفعلا كانت ثقتي في محلها. صح. فتوكلت على الله. وفاء، كنت متوقعه هيدي النتيجه بهيدا الشكل؟ بصي، هو انا كنت يعني متوقعه من العمليات اللي انا كنت بشوفها، من الفيدباك اللي انا كنت باخده من الاول لما كنت بعمل سيرش واشوف يعني العمليات دي ايه، فكنت متوقعه، بس متوقعه انا ما كنتش متخيله طبعا. فبس الحمد لله يعني. ولسه شويه يعني ان شاء الله. اكيد اصلا ما صار لك الا شهر تقريبا، شهر وشوي يعني. بعد في مثل ما كان عم بيقول دكتور رامي، بعد في فتره لحتى توصلي للنتيجه النهائيه. بس بشرط، انا عرفت عم بتلخبطي في الاكل. باكل شوكليت بس. شوكليت بس دكتور رامي. شو دكتور رامي؟ بوظ الشغل كله. وفاء، ما بقى رح نعيد نفس الموضوع بكلام في سر. لا رح نجيبك لغير عمليه. بس الموضوع ده ما كانش اكتر منه، كان بسبب الولاده يعني. انا يعني ان شاء الله اكيد مش هضحي بالتعب اللي انا تعبته والوجع والالم. هو التعب، انا فعلا تعبت في الاول جدا، بس كنت يوم عن يوم بتحسن، فهو ده اللي بيديني امل. صح. انا تعبت والله. لا صراحه هو وماما تعبوا قوي. هن اللي حواليكي هو وماما اكتر اتنين تعبوا جدا. ماما تعبت طبعا مع الولاد، وطارق تعب معايا. قد ايه مهم كمان الاهل والزوج والوالده والوالد والاقارب يكونوا كمان دعم لإلك وفاء. لا، وبابا ما كانش مشجعني خالص. بابا ما كانش مشجعني. كان خايف. بابا كان خايف جدا وما كانش مشجعني. بس ماما وطارق اللي كانوا مشجعيني يعني للاخر. يعني قعدوا قالوا لي خلاص اتكلي على الله وان شاء الله خير. والحمد لله. الحمد لله. وحلو يكون انه كل الاشخاص اللي حواليك ان اشخاص اهل للثقه. وابني ولادي كانوا عايزيني جدا اعمل حاجه زي كده. قد ايه عمرهم؟ 11 سنه. الله يخلي لكم اياهم. كمان اخذت وقت لحتى يعني قررتي تخوضي هالتجربه وهالمغامره. صحيح. الناس حواليك شو رايهم باللي عملتي؟ شو عم تسمعي من ردود فعل واراء؟ لا طبعا هم دلوقتي عمالين يقولوا لي لا فعلا فرقتي، اختلفتي جامد قوي. وفاء، ارجعي وقفي مره ثانيه، خليني اشوفك بعد مره. الجنب بقى لك ايه على الجنب هذا، حتى نشوف لحتى كمان كتار انه يتحمسوا في حال عن جد هن بحاجه. لا هو نفسيا وشكلا وكل حاجه بتفرق. بالجنب بقى. عم نشوفك هلا والكاميرا عم تاخدك بكل الاتجاهات، كيف فرقتي. اذا عن جد بنرجع بنتذكر الصوره اللي كنت فيها بالمرحله الاولى. اللي هلا انت ما بدك بقى تتذكريها هيدي مش عايزه اشوفها فعلا يعني. قديش في ستات كمان تحمسوا يعملوا كتير العمليه؟ صحابي كتير، حتى انا قلت الدكتور رامي يعني حضر حق. ما تاخذوا له من وقت البرنامج بس بليز وفاء. لا بس هو في حاجه كمان صغيره بالنسبه للولاد نفسهم، كانوا دايما ليهم كومنت زمان ماما وبعد كده ماما. ابني بالذات كريم كان على طول يقول لي لا انا مامي مش تخينه يعني انت فلازم يعني ازاي مامي تبقى تخينه، انت ما كنتيش كده. كان يشوف الصور. لا ويعني انا برضو كنت الموضوع كان بيتطور تراكمات، لاني انا تقريبا لما كان بيحصل اي تخن او دهون كان بيحصل في منطقه البطن. وما كانش نافع فيها اي دايت او رياضه. لان انا فعلا حاولت، لانها فعلا عشان الترهلات بعد الولاده. ففعلا وده اللي دكتور رامي اكدهولي ان ما كانش هينفع فيها خالص. صح، لانه حسب ما شرح وضع العضلات كان كتير تعبان. يعني هو دي برضو رساله مهمه جدا احنا بنتكلم فيها يا جماعه. لما بنوصل لدرجه معينه ترهل في الجلد وضعف كامل في عضلات البطن بالشكل ده مع تمركز للطبقات الدهنيه، ما نسمعش بقى كلام ان احنا في دهان بيدهن فبيتحسن، حزام بلبسه فبيخليني مش عارف ايه، جهاز بيمشي من بره هيودي العضلات اللي متحركه كلها في مكان تاني هيجيبها ازاي، الجلد المترهل ده كله هيروح فين، اللي انتوا شفتوه بعينيكوا واحنا مصورينه جوه ده هيروح فين؟ مظبوط. هيتلاشى. اللي هيخترع حاجه، اللي هيخترع حاجه تضيع الكلام ده بدون اللي احنا بنعمله ده ياخد جائزه نوبل. عشان ده كده حل المعضله. فبالتالي بالذات التامي تاك او اصلاح جدار البطن الكامل ده تيبيكال للحالات اللي زي وفاء.
مفيش بقى حاجات تانية نسمع عنها عشان بس نعم. نزود وعي الناس 100%. لان انا حاولت فعلا حاولت كتير. لا بس مثل ما عم نشوف يعني بحالتك وحاله الكتار يعني من الصعب ما بدها تنفع رياضه بهالحاله. ما انا ما كنتش لا اعرف لهيدي يعني لهيدي اذا بدك هالجزء من جسمك. بالظبط. وفاء اليوم تغيرت حياتك، صار عندك نمط حياه جديد، لبس جديد. لبس جديد. ايه عامله ازاي يعني؟ خبرينا حياتك يومياتك كيف. بصي هو نمط الحياه لسه ما اتغيرش شويه عشان انا لسه المفروض بتحسن ببقى احسن. بس فانا لسه صحيا شويه ببقى الحمد لله احسن من الاول. عم تقدري تعملي رياضه؟ لسه لا دكتور هو رامي انا قال عامل شويه ضوابط ليها. عامل ضوابط كتير قوي. اول 3 اشهر عشان التئام العضلات بنخليها تبعد دايما عن حاجه اسمها الفيجرس اكسرسايز، ما يبقاش فيه اذا تريدميل او مشي نشاط جامد للعضلات. مش حابين ان احنا نشيل حاجات تقيله، مش حابين ان احنا يبقى بالنسبه لنا في مجهود زائد على العضلات عشان نخلي العضلات تلتئم في الوضع اللي احنا عملناه. لكن ممكن تعمل النشاط العادي بس مش العنيف. فبالتالي الرياضه المشي اوكي، حتى النشاط العادي سايبها عليا. لا هي طارق هي مخليت لك العنيف لبعدين. هلا بلشت لك الشغل على دكتور رامي قال لي ما تعمليش حاجه. ده شعار في البيت. ونظام غذائي مثل ما قلنا يعني مجربه شوي تغيري بطريقه هو انا كنت بدات شويه. لا الموضوع الاكل ده فعلا اختلف تماما. انا العادات اللي كنت بستعملها دي اختلفت. هو متفاجئ. طارق متفاجئ. لا عايش معايا ما بتحسش على فكره في المواضيع دي بس. يعني كل حاجه هتتغير بس شويه عاوزين نحافظ على اللي وصلنا له يعني ونحسن من النتيجه. لا اساسي انا التعب اللي تعبته اكيد مش هضيعه. طيب هون خليني اسالك سؤال دكتور رامي، بنكون بفتكر لمينا بكل جوانب الموضوع. اللي بتخضع لهالنوع من العمليات بتضمن انه ما رح تتخن فيما بعد، او اذا تخنت بتتخن باماكن اخرى غير منطقه البطن؟ حلو، سؤال جميل جدا. بص خلينا نبقى واضحين. لما بيبقى خلقه ربنا نفسها كانت في الاول انت اكيد ما كنتيش كده، كنت رفيعه جدا. جميل. مع مرور عوامل كتير قوي بنتكلم فيها وصلنا لكده. لو رجعنا تاني لكل العوامل دي اللي هي الحمل اكيد يعني حملنا وجبتي التوين والعوامل كمان اللي ادت الى شويه سمنه في الموضوع ده. طب ما خلقه ربنا وصلت لكده، هل التصليح اللي احنا هنعمله بقى مش هيوصل لكده لو مريتي بنفس العوامل؟ يبقى رقم واحد العوامل لو مرينا بيها تاني هنوصل لنفس الحاجه، لنفس النتيجه. دي اول حاجه. لو مرينا بكل الكلام ده which is صعب ان انت بالنسبه لك يعني ربنا يكرمك ويخليهم لك. ما اعرفش هل انت لسه بنفكر تاني في توين تاني؟ وده طبعا رزق من عند ربنا. الحمد لله. وغير دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان انت قلتي نقطه مهمه جدا، عشان في اشاعه معينه، وهي ان احنا لما بنعمل شفط وتفتيت للدهون من منطقه لو رجعت السمنه بنرجع في مناطق ثانيه. هو ده مش حقيقي. هو ممكن يبقى حقيقي عمليا لكن نظريا غلط. بمعنى احنا المفروض لما بنشيل دهون في منطقه احنا بنشيل الزياده مش بنشيل كله. ليه؟ لو شلت كله وجيتي تتخني طبيعي ان يحصل استجابه للخلايا الدهنيه اللي في المناطق الثانيه فتزيد. لكن لو انا شلت الزياده وخليت المنطقه دي اكثر تجانسا مع بقيه المناطق فبالتالي هترسبوند وهتستجيب زيها زي بقيه المناطق، فبالتالي هتزيد الطبقه الدهنيه زي ما لو تخنا هيزيدوا معانا. لكن ضعف العضلات مش هيحصل عشان مفيش القصه بتاعت التوين. ترهل الجلد مش هيحصل ان ده حصل نتيجه انتفاخ البطن مع الحمل والولاده فحصل ترهل. فبالتالي كل اللي احنا عايزينه تظبيط فعلا الاكل بشكل متوازن. عاوزين نوصل لاعلى نتيجه عشان ما يحصلش سمنه عامه ليكي ولا يبقى بنضحك عليكي. لو احنا قلنا ان انت عملتي البطن يبقى انت بالنسبه لك مهما كلتي كل جسمك اصلا. انا شايف وده شكل منطقي ان احنا لو احنا تخنا في كل جسمنا وفضلت بطننا، ده شكل غريب جدا. البطن زيها زي بقيه جسمك خلاص. دلوقتي هتتخني في كل جسمك هترسبوند زي بقيه جسمك، هتخس معاكي، مش هيحصل بقى الترهل مش هيحصل ضعف العضلات. عشان كده عاوزين نحافظ. ونقطه مهمه تانية صغيره، الدهون يا جماعه مش بس تحت الطبقه بتاعت الجلد، في دهون داخليه. وكنت بقول الكلام ده قبل العمليه، دهون حوالين الاحشاء الداخليه. نعم. لما بنقدر نعمل دايت ونظبط اكلنا كويس البطن زي ما بيقولوا بتفش من جوه كمان. الدهون الداخليه دي بتدوب ودي ما بتتشفتش. الدهون اللي حوالين الاحشاء حوالين الامعاء حوالين المعده دي كلها بتظبيط اكلنا بتبتدي تدوب فتحس ان بطنك كمان احسن واحسن.
ان شاء الله تسمعي هالنصائح وفاء وتضلك قمر مثل ما انت هلا وهالنتيجه الحلوه. بدي اشوف مع مروان قديش الناس تجرأت على الفكره وشو رايهم بعمليه شد البطن. في اشخاص متحمسه، رافضتها، متقبلتها. خليني اقول لك ان احنا حاطين السؤال هنا اللي هو هل تعرف شخص خضع لعمليه شد البطن وشارك معنا وقول رايك وكيف كانت تجربته. الناس برضو احنا في مجتمع برضو لسه في حته الخجل، الناس لسه مش قادره تتكلم في الموضوع. يعني الناس بتعمل العمليه فعلا وما بتقولش اللي حواليها ان هم عملوا العمليه. فخليني اقول لك ان اغلب الناس ردا ان هم ما يعرفوش حد عمل العمليه، مع ان في ناس كتير قوي بتعمل العمليه دي. يعني يمكن 2 أو 3 بس اللي قالوا ان هم يعرفوا حد خاض التجربه. يعني في شيماء هنا مثلا بتقول ان اختها عملت العمليه فعلا، وانها يعني بتتعامل مع العمليه كانها عمليه طبيه، انها مشكله طبيه يعني مش انها عمليه تجميل. وان هي بتقول ان العمليه فرقت معاها فعلا جدا في قدرتها على الحركه وعلى نشاطها بشكل عام كتير جدا. وخلينا نقول دايما يعني ان الطب دلوقتي كل ما بيتطور هيقدر يفيد الناس، وان يعني ان خلاص ما بقاش حد بيسكت على الموضوع، ما بقاش حد بيخبي ويعمل العمليه ما يقولش. يعني النهارده خليني نحيي مدام وفاء على العمليه الاول ونقول لك الف مبروك، ونحييكي على شجاعتك وانك طالعه في البرنامج عشان الناس تستفيد بالتجربه دي وتقدر انها تتكلم عنها، وتقدر نشوف لو حد عنده مشكله زي حضرتك يقدر ان هو يعني في حل وفي امل دايما يعني. صح. ومن خلال هذه المحطه نكون جاوبنا على كل التساؤلات اللي بتخطر على بال الناس بس يفكروا بعمليه شد البطن. بطل حلقتنا دكتور رامي نقول لك يعطيك الف عافيه. يعني. شكرا كثير لحضورك معنا طارق، الله يقويكم ومبروك النتيجه. وفاء كمان مره جديده بدي اقول لك الحمد لله على سلامتك. انا بس احب قوي فعلا اشكر دكتور رامي لان هو تعب معايا جدا جدا، وكان صراحه سبورت ليا من يوم العمليه لغايه امبارح يعني ولغايه دلوقتي ولغايه بكره اكيد كل ما تطلبيه رح بتلاقيه موجود. الثقه بالنفس كده تمام. لا تمام كله تمام. قديش الثقه بالنفس ممكن تخلي معنوياتنا تكون مرتفعه، خاصه اذا شكلنا الخارجي راضيين عنه؟ بعد الفاصل.